اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم يا احسن متابعين في الدنيا، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا 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 من الفيديو اللي فات. كل سنة وانتم طيبين ودايما يا رب بالتفاعل بتاعكم معايا منورين. طيب دلوقتي انا معايا كل بيت دلوقتي في البصل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا احنا في اخر السنة، واللي عندها حبة بصل رفيعين كده ما ترموهمش، تستفاد بيهم. عندنا الكبة وهتفرمهم لنا، وكل حاجة ماشية عسل عسل. معايا البصل ومعايا قرن فلفل احمر، نزلت بيهم في الكبة كده مع فص توم. وهنعم البصل والفلفل الاحمر كده وفص التوم زي ما انتوا شايفين كده. ومعايا كيلو من اللحمة، كيلو الا ربع لحمة وربع دهنة. ماشي، نزلت عليهم بالبصل الجميل اللي احنا فرمناه كده مع قرن الفلفل الاحمر مع فص الثوم. ماشي. تاني حاجة بحطها دوت كيس من البيكنج باودر، ومعايا 4 معالق كده من الفيجيتار، ومعايا بيضاية او بقسماط ناعم، يعني فيجيتار يا بقسماط ناعم. ماشي. ومعايا 3 معالق من النشا كده بالشكل الجميل دوت. خلاص، يبقى حطينا فيجيتار، حطينا بضاية، حطينا ايه ال3 معالق النشا، وحطينا دلوقتي البهارات معانا وكيس البيكنج باودر مش ننساه. طب البهارات اللي انت حطيتيها ايه؟ حطيت ال7 بهار، حطيت فلفل اسمر، حطيت كمون، حطيت بابريكا، وحطيت زعتر وروزماري. بس دوت كل اللي انا بحطه على ايه، على الكفته بتاعتنا. ومعايا دلوقتي خضار، معايا بطاطس. بص صينيه الخضار دي بقى تحب تحطي فيها الخضار اللي انت تحبيه، بس اللي انا حاطه بطاطس، حاطه فلفل، حاطه طماطم، فلفل اخضر على احمر، بطاطس، توم، طماطم. ماشي، وبصل. ده كل الخضار اللي انا حطاه فرشته في قاع الصينيه كده بعد ما دهنتها طبعا سمنه. ورحت جايه بقى حاطه عليها بهارات. حطيتي بهارات ايه؟ ال7 بهار وكمون وفلفل اسمر، وببهرها بيها وبقلب الخضار بتاعي بالبهارات بتاعتنا الجميله كده. خلاص كده. معايا دلوقتي كبه فرمت فيها طماطميتين او طماطمايه، عشان طبعا انا مش معايا ميه بصل. وحطيت بصلايه، وحطيت فص توم. لو انا عندي ميه البصل موجوده مش هعمل الكلام ده كله. وحطيت نقطه من الخل، وحطيت معلقه من الزيت، وهفرمهم في الكبه مع معلقه الكمون. وتعالوا نشوف دلوقتي الخلطه دي بتعمليها لايه. خليكم معايا بس وانتوا انا بعملها لايه. دلوقتي احنا فرمناها في الكبه، هي دي اللي في الطبق معايا. بعمل ايه بقى؟ بجيب اللحمه واروح جايه، بروح عايصه ايدي من الخلطه دي، واروح جايه مصبعه بيها الكفته. ماشي، الكفته الخلطه دي هي اللي هنصبع بيها ايه، الكفته زي ما انتم شايفين كده. بعد كده هتترمي؟ لا مش هتترمي، خليكم مكملين معايا للاخر وانتوا تعرفوا الخلطه دي هتبقى ايه الصديقه بتاعتنا في الطبق بتاع اليوم النهارده. طيب انا النهارده صبعت الكفته بالشكل الجميل دوت. لو وصلتوا معايا لغايه هنا مش تنسوا لي احلى لايك، وتقولي لي انت بتتابعيني منين، وعايزه كومنت حلو كده اللي انتوا بتشجعوني بجد وبتبهروني بيه وبتخلوني اكمل واكمل واكمل. دلوقتي صبعنا الكفته كده. بتصبعها على اي حاجه بقى، على سيخ، على عصيان الشيش، على اي حاجه. انا مصبعه والله، بص اهي جميله كده. انا مصبعه على ايد خشب عندي، هي مدوره، بحب ان انا اصبع بيها عشان بتديني فراغ للكفته من جوه ممتاز. اهو شايفين بالشكل الجميل دوت، مصبعه عليه كده. وبحطها بقى فوق الخضار بتاعنا بالشكل الجميل دوت. شايفين الصابع دنه منفوش معايا، ما قلش ولا حاجه. ليه؟ عشان الكيس البيكنج باودر اللي احنا حاطينه، ونفس الخلطه اللي قلت لكم عليها بندهن بيها وش الكفته كده اهو بالشكل الجميل ده. انا حاطه طبعا فيها زيت وحاطه فيها كل حاجه، مش هحتاج احط على الكفته بتاعتي حاجه تاني. خلاص كده هندخلها الفرن. كنت عامله منها صينيتين صراحه، مش صينيه واحده، يعني الكميه اللي كانت معاكم دي عملت صينيتين منها. تعالوا نشوف دلوقتي هتعملي ايه تاني. تعالوا معايا بصلتين كده حلوين كده من اللي احنا كنا مقشرينهم معاكم، ورحت جايه نخليها بس ايه يا دوبك تدبل معايا على النار. نزلت بالبسله، ونزلت بجزر، ونزلت ببطاطسايه. عايزه تستغني عن البطاطسايه مش مشكله، بس ايه انا حطيت بطاطسايه مع الجزر مع البسله كده. ومعايا البهارات بهارات كبسه مع فلفل اسمر مع بابريكا مدخنه،
مع ايه، مع معلقه من السبع بهار صغيره جدا جدا جدا، واحنا ما بنقول صغيره جدا جدا عشان ما تغيرش لون الاكله بتاعتنا. ماشي. بس انا ولا حطيت كاري ولا كركم، انا حطيت بهارات كبسه هي بتديني اللون اللي انا عايزاه. ودي الطماطميه كنت فرمها في الكبه برضو ونزلت بيها كده على الطماطم. برضو عايزه تستغنى عن الطماطميه دي اختياري مش اجباري. نزلت على البسله بتاعتنا كده، شايفين على الخضار بتاعنا، اسيبه بقى يتشوح وبروح موطيه على النار مع الطماطميه دي تتسبك معاها. ماشي. بتاخد نسبة 50% في الطماطم، في معلقة الطماطم أو معلقة الصلصة اللي هتضيفيها عليها، بسيبها تستوي 50%، وال50% التانيين بسيبهم يستووا مع الرز. ماشي. غسلتها كده ورحت نازلة، غسلت الرز كده ورحت نازلة بيه، رز بلدي عادي من بتاعنا، ورحت نازلة على الخضار بتاعنا كده وبروح مقلباه. نقلبه كده ونحط الملح بتاعه ونظبط بقى العقد بتاعه كده يا جماعة. بشوحه بس شوية كده في التتبيلة يشرب من الخضار بتاعنا ومن من البهارات الجميلة اللي احنا حطيناها عليه. خلاص كده ظبطته كده، ونروح حاطين بقى ايه العقد بتاعنا. معايا ميه مغليه وبروح نازله بيها بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه دوت. ايه رايكم في شكل الرز كده؟ حاجه كده جميله خالص، ما بياخدش معانا اي حاجه قدام الميه مغليه، يا دوبك بيروح يغلي معانا ويتشرب، ما بياخدش اي وقت. الاكل بتاعنا النهارده كان بجد يعني سريع وجميل، ومش وقفنا في المطبخ كتير. طيب اهو اتشرب معايا اهو. تعالوا شوفوا شكل الرز، كان بصوا جميل جميل جميل، تحفه والله، وريحته كانت قلب الدنيا. تعالوا نشوف دلوقتي بقى الرز بعد ما اتشرب كده بنوطي عليه وخالص، وبنسيبه بقى نغطي عليه شويه. هو كده صراحه كان جميل بس غطيت. ايه رايكم بقى في شكل الاكل بتاعنا؟ شايفين الرز مع الكفته شايفين زي ما هي، ما خستش ولا الصابع ضعف ولا حاجه. ايه رايكم معانا؟ وعملنا دلوقتي سلطه الطحينه، لو عايزه طبعا كاتشب بتحطي عليها كاتشب. والرز بتاعنا كان مفلفل وحاجه جميله خالص. يا رب